مين؟ يا حبيبي انت جيت يا موشي؟ لا السرعة السرعة طبعا. حبايبي عاملة ايه؟ قولي لي بقى أمي فين؟ امك فين؟ مش استنى، ما احنا اللي بصور بننضف الشقه وامك جيت تساعدني في تنظيف الشقه. يعني أنا رحت لفيت عليها الحتة هناك ودورت لما رجلها وجعتني ما قلت سالتش خالتك ليه؟ ملقاش حد هناك. والله يعني انت جاي ماشي؟ اه أنا ايه دي؟ الصلاة على النبي الصلاة على النبي. يما انت فين؟ يعني انت هنا دورت عليكي؟ في الآن مش عارفة ترن عليا تعرفوني؟ اللي كنت مع ابوي. اه ريحتكوا حلوة يا ريح عاملين ايه كده قولوا طبخين ايه؟ تعالي تعالي حلوة ما تشوفي استنوا بقى حاجة انت تكتشف الموضوع ولا انت فين؟ لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا صباح النور وصباح الهدى وصباح الرضا على احلى متابعين في الدنيا وعلى احلى اخوات في الدنيا. انت فين النهارده يا ام عبدو؟ انا الوقت فين؟ في شقه مين؟ قولي. لفينا لفتني وكل شيء اسمه نصيب والمكتوب على الجبين لازم تشوفوا ايه وجايين ايه نشوف الشقه. نسيت تفهم يا حبايب قلبي مع مين؟ مع ام محمد. احنا بقالنا سنتين ضايعين. يلا بينا بقى نشوف شكل الشقه ايه وفيها ايه وام محمد بعت لنا ليه. بسم الله توكلنا عليك يا رب. اي يا حبيبي خليني تاني. لا بس انا ما بس نشوف الاول. ازيك يا امي؟ الله يسلمك يا بنتي. عاملين ايه يا ولاد؟ حلوين الحمد لله. ازيكم وازاي المتابعين المحترمين متابعينا حبايبنا؟ طبعا ازيكم يا حبايب قلبي؟ صباح الخير يا رب تكونوا بخير وتكونوا في اتم الصحه وفي اسعد الاحوال، وجمعه طيبه مباركه علينا وعليكم وعلى الامه العربيه الاسلاميه بخير. طبعا النهارده هنعمل ايه بقى؟ دي طبعا مش النظام اللي كنت انا عاملاه ايام ما كنت انا موجوده في قلب الشقه. انا جبت لقيت ابو محمد عامل ايه مغير نظام السراير، وانا مش حابه اشوف لان الطرقه ديت شوفوا عامله ازاي بينها وبين السراير حته بسيطه جدا. فهرجع تاني اقلب ايه، هرجع السراير من جديد واطلع المراتب بتاعتي ونعمل جوله في قلب الشقه. ما احنا غايبين عن الشقه بقالنا سنتين يا ولاد، فلازم نرجع ايه بالطقوسات بتاعتنا تاني وننضف في بيتنا. ومش عشان انا كنت في غيبه بقى هسيبها كده لا. وجايبه عبد الرحمن طبعا ابن خال حسام هيشيل هو المراتب، انا مالحش اشتغلها. هتقولي ما انت بتشيلها عندكم، المراتب دي تقيله جدا ومالحش اشتغلها يا حبايب قلبي. وامسك بقى الشباك انضفه وخليكم معانا خطوه بخطوه ننقل الاوضه مع بعض ونشوف يومنا يبقى ماشي. شايفين بقى احنا خلاص طلعنا المراتب بتاعتنا وبدانا بقى ايه العرض التنازلي اللي هو ايه العرض التنازلي يا علا، ان احنا بقى نرجع السراير زي ما كانت. بس قبل اي شيء حطوا لنا لايكات كتير وسبسكرايب وفعلوا لنا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من يوميات حنان داوود. واقول لكم ايه، انتوا فعلا ابسطتوني جدا 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 ان انتوا بتشاهدوا معايا الفيديوهات. ربنا يخليكم ليا، انتوا عيلتي الثانيه وعزوتي الثانيه، فشجعوا معانا بقى وشجعوا خليكم عبده وجدعوا معانا باللايكات يا عز وقالوا متابعين في الفيديو. طبعا النهارده بقى ايه، النهارده يبقى يوم مش عادي واحلى يوم في حياتي. طبعا انا هخلي شقتي ترجع زي ما كانت وانضفها معاكم بالحب بالدفى بالحنان بالطاقه الايجابيه اللي انتوا بتدوهاني وتشجيعكم ليا ان انا رجعت بيتي. ليه ما تحرم منكم ابدا يا عز واغلى اهلي واخواتي الدنيا. تعالوا بقى اشوفهم. طبعا انتوا عارفين انا بقالي سنتين كاملين مانيش موجوده في قلب الشقه. بس شوفوا بقى يا ولاد، عفوا جيت لقيت ايه تحت البيت بتاعي باين هنا فار شكل كده فيه فار. فهنمسك الحته بقى نمسكها لقينا من هنا فين نشوفوا لقيت هنا ايه بسم الله على ابوكم زبده فرن صغيره اهو. فلازم انكت على الفار لان الفار لو جه في الفرشه او دخل في الاماكن هيبهدل العزال وهيبهدل المراتب بتاعتي وهيبهدل هدومنا وحاجتنا. فانا ما اكتشفتهوش الا بعد ما طلعت المراتب للامانه يعني. انا ما شفتش حاجه لسه، بس بعد ما طلعت المراتب وطلعت الحاجات اللي تحت السراير لقيت هنا عرفت ان هنا اكيد فار. بس هل الفار ده كان خرج قبل ما اجي ولا هو لسه موجود؟ هذا الله اعلم. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش بالتقيل والتقيل شديد. يلا بينا يا حبايب قلبي. شوفوا هنا خدي يا ياسر طلع لي بره. طلع بره عشان المريش زي ما انتم شايفين بقى. ده اوضه النوم لا سر لا حبيب ولا عدو. ليه يا علا تعالوا شوفوا.
شوفوا انا جيت لقيت الدنيا هنا فيها مدعكه يا ولاد. مدعكه ايه؟ احنا هنا النهارده في ايه؟ في مسبحه القلعه. الدنيا هنا مردغنه بصراحه. ربنا يعين الام النهارده على تنظيم الشقه ديت، لان فيها كركبه كتير قوي والله العظيم. حالتها صعبه جدا. تعالوا شوفوا اهو، تعالوا بصوا يا ولاد. شوفوا حبايب قلبي، شوفوا الارضيه بتاعتها عامله ازاي. ده كليته همسكه الوقت ايه بقى، اجيب ميه بمعطر وهمسك الحاجات دي كلها، لازم اخليها نظيفه. يعني بقى مش هطلع المراتب كل يوم، ومش كل يوم هطلع الفرش، ومش كل يوم هجيب امي من هناك لهنا عشان انضف الشقه. لا انا هنكد ده كله مره واحده، وهمسك الجدران بتاعتي دي همسكها بخلقه برده ناشفه الاول، هنفضها بخلقه ناشفه، وبعد كده اجيب خلقه ثانيه نظيفه، امسك الجدران بتاعتي حبايب قلبي واطوق ايه، واطوق الجدران. هي الجدران مدهونه جديد للامانه، يعني مش هقول لكم، بس مطوسه والبنيه كانت مقفوله وكلها تراب. همسحها وبعد كده اطوقها بخلقه نظيفه ناشفه، وبعد كده ارجع تاني اجيب خلقه بشويه معطر وامسح الجدران بتاعتي بنقطه ميه، لو فيها بقعه فيها حاجه تنضف معايا. يلا يا حبايب قلبي ادعوا لنا كده دعوه من قلبكم. قلنا من قلبكم كده يا حبايب قلبي، بس ان ربنا يصلح حالهم يا رب وما زيهم. اشوف لكم حنان دخلت الملايه هي. طبعا هاتولي الملايه ديت يا حبايبي هتتغسل. طبعا هنفرش فرشه نظيفه بعد ما اطلع مراتبي كده، وهنكت الفرشه دي كلها هغسلها معاكم برده، واعمل دوره غسيل معاكم ان شاء الله. ودعوه حلوه منكم كده بقلب صافي ونيه صافيه، ان ربنا كده يصلح حالنا ويبعد عننا كده الشر، اللهم امين يا رب العالمين، ويصلح حال كل المسلمين. واللي طبعا كانت زعلانه زي اختها علا ترجع بيتها ولحتتها. وبقول لكم ايه يا رب واصلح حال الملايين كلها يا رب. شايفين انا بشد بقى السراحه والكومودينات بتاعتي والحاجه بتاعتي اهي، وامشي المشي على الجدار عشان لو فيها ترابيه فيها حاجه تنزل معايا ايه، تنزل معايا وانا بكنس. شوفوا اوضه واحده طالع منها ايه تراب قد ايه. فعلا يا ولاد والله العظيم الواحد لما بيسيب حتته بيجي يلاقي الدنيا كلها متهبده ومتكركبه. اهو ربنا ما يحرم حد من بيته ولا من عياله ولا من حاله ولا من ماله، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى كده يا بلو، شوفوا بقى الرطوبه عامله ايه في الجدران عندي. شوفوا حبايبي، شوفوا الرطوبه مبوظه الجدران ازاي. مهما ندهن فيها ومهما نعملها بتفرقع برضك من الرطوبه، مش عارفه اعمل فيها ايه او اعالجها ازاي. عندنا النقاش ومش عارفين يا حبايب قلبي نعالج جدراننا. غلوبنا والله الدهان وغلوبنا ايه معجنه فيها، بس بيقولوا دي من الميه ومن الرطوبه. اهو شوفوا التراب قد ايه يا عمري. شوفي يا رند، عايزاكي تبقي بنت كده شملوله وشاطره زي خاله حنان وزي ام حنان بتاعت امك، حاجات امك بتاع الفرق. كان جبت كل ام حنان جايبه. طب مثلا افتحها له شيل لهم الغطا كده. من الغطا يا اما سيبها بقى. شوف كنت جايبه لكم الحاجه، شوفي عقبال ماما كده وقت يجيبولك يا رب. طب ما جايبه لامك كل حاجه. وروا لهم شيلهم كده من الغطا. مش فاهم الغطا ازاي. ولا هات واحده بره اللي بتزمر. يلا يا حبيبي يلا خلينا ننفض. طبعا يا حبيب قلبي ماما حنان طبخت لي طبخه ولا جت على البال ولا النيه، يعني اكله بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يعني كان نفسي فيها من زمان طبعا عشان ما اضحكش عليكم. يعني الاكله دي انا بعشقها، يعني الصراحه مش عارفه اقول لكم ايه. طبعا يا حبيب قلبي احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم وينال رضاكم. طبعا شوفوا هي دي الاكله. طبعا يا رب الفيديو يعجبكم وينال رضاكم. متنسوش بقى حبايب قلبي في اللايك والشير وسبسكرايب، تعملوا سبسكرايب للقناه. وطبعا من غيركم يعني كناش نسوى حاجه. ويعني نطلب منكم 3 زوار حبايب قلبي تكتبوا كومنت حلو كده هنا في كومنتات، وتوصلونا ل 100,000 مشترك و 10,000 لايك. وطبعا كده وصلنا لنهايه الفيديو. والسلام ختام يا احلى متابعين في الدنيا.